ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخكم وفي بيتكم، مطبخ ماما هيام وبيت ماما هيام. دلوقتي انا كنت صراحه مش ناويه اصور الفيديو ده، بس قلت ايه برضو ايه على اساس ان احنا متفقين اللي اليوميات بتاعتنا نعرفها لكم. النهارده ايه؟ هنعمل كشري عباره عن مكرونه، عدس بجبه، ده حمص، التوابل، البتاع دوت، البصل ده احنا محمرينه. معلش بقى انا عملت الحاجه قبل ما ابدا، قبل ما اصور، على اساس ايه اللي انا ما كنتش ناويه صراحه اصور. بس طبعا ايه، سليق المكرونه مش صعب على حد يعني. حبه مكرونه بتحطوا في حبه ميه وحبه زيت، ودوت العدس برضو نفس النظام بيتسلق. بس بقى ايه اهم حاجه، اللي انت العدسيه ما تسيبهاش لغايه ما تتهري وتبص تلاقي ايه العدسيه معاكي بقت معجنه كده، ايه الكشري يبقى طعمه وحش. نيجي بقى للحمص. الحمص ده برضو ليه فوائد جامده قوي وجميل، وممكن تعمليه برضو حمص شام. ده بتحطي بقى بتزوقي بيه، ومنه ايه اللي هو بيديله طعم جميل. احنا دلوقتي قبل ما بنصور عملنا ايه؟ حمرنا البصله وضربنا القوطه، وهنضيف البصله وهي متحمره. بصله الكشري يا جماعه ما تبقاش محروقه. ثانيه واحده، البتاع سخنه، ما بتبقاش محروقه، هي بتبقى محمره كده. دي بصله الكشري، دي البصله بتاعت الكشري. هنقوم بقى ايه ضايفينها موطين كده. قبل ما انت تبداي تعملي اي حاجه وطي بوتاجازك، ضايفينها كده ايه على الصلصه اللي احنا ضاربينها. ممكن تعملي العكس مفيش مشكله، بس انا بقى ايه كنت عايزه ايه انجز، على اساس ايه اللي انا البصل بيتحمر وعايزه الصلصه تعمل بسرعه. عندي بقى ايه، في ناس ورا الكاميرا عايزين ياكلوا، فلازم ايه نعمل لهم كل حاجه. احنا دلوقتي حطينا الصلصه ايه على البوتاجاز، علينا عليها. ايه الخطوات بقى اللي فاضله في الكشري؟ الخطوه دي عباره عن ايه؟ هنعمل الدقه دي بتتعمل ازاي؟ تيجي نعمل عمل احسن؟ تعالي نعمل عمل. فين الحله اللي احنا عملناها؟ احنا ايه كده كنا عاملين فيها بتاع البصله، وهي ايه مفيش مشكله يعني، مش كسر مني ولا حاجه. هي العين مش هتطلع عليه. يلا تعالي نروح على العين التانيه. ما تأزميش اي حاجه هتعطلك منك، صرفي نفسك، ما تقفيش. الشطره ما تقفش. سمي الله كده، قولي بسم الله وابدأي كل شغلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تناديش لحد يعمل لك حاجه، مش تعالى افتح لي ازازه الزيت، تعالي حد يجي يناولني مش عارف ايه. يا ستي انت ما بتعمليش المستحيل يعني، اعملي واخدمي نفسك بنفسك. ايه المشكله؟ ما تحسيش اللي قدامك ان انت ايه عبء عليه، او اللي هو ايه لازما يعني ما تكون لا قدر الله انت تعبانه وكده. هو لازما ان الزوج يساعد زوجته. تكون مثلا عايزه تدلعي عليه شويه، مفيش مشكله. يعني عادي يعني، ما الناس تدلع على بعضها يعني. دلوقتي احنا حطينا حبه زيت برضو من ضمن يا جماعه. الكشري ده بيتعمل بزيت فقط لا غير، بس زيت نظيف. احنا دقينا التومه وحاطين فيها كمون وحطيناها ايه تتحمر اهي. نعلي بقى النار، ربنا يكفينا شر النار وعذابها. والحله الثانيه دي بتتعمل ايه الصلصه بتاعتها والتخديع بتاعتها. فاضل ايه بقى؟ فاضل الشطه، عشان ايه الناس اللي هنا دول ياكلوا الكشري وهم معجبين ويدعوا لنا. بسم الله ما شاء الله. العين اللي ما كانش راضيه تولع ولعت اهي. يلا يا عين خليكي جدعه معانا بقى للاخر. حط حبه زيت بقى للشطه بتاعت الكشري، مش كتير يعني. بصي ما تحاوليش تبزري، حاولي ان انت على قد امكانياتك اشتغلي. انا دلوقتي الكشري ده
اتكلفني كام؟ كلفني 50 جنيه بالظبط. المكرونه الكيس ب 7 جنيه، جبت 3 اكياس، واحده سباكيتي واثنين نوع تاني. العدس دوت خليت الراجل عمل لي ب 15 جنيه. ماشي كده تمام. ادي كده الحمص بالقوطه بالحاجات اللي حواليه بال 20 جنيه. 50 جنيه بسم الله ما شاء الله ياكلوا اسره كبيره ويفيد كمان. انت بقى ما تجيش بقى ايه تقومي تستسهري، روح يا ابني جيب اندومي، روح جيب كشري، عشان ايه مش قادره اقوم من مكاني. لا قومي اتحركي، الحركه فيها بركه. كل ما تتحركي كل ما ربنا يأجرك وكل ما تاخدي ايه اجر. احنا برضه مش ناسيين ايه التوم. التوم بقى ده ما يحمر نضيف عليه بقى ايه الخل، نديله بقى الطشه بتاعت الخل كده عشان هو ده بقى ايه اللي هيظبط الاداء. بسم الله. كوبايه خل كده، هي دي الدقه بتاعت التوم، وحطينا لها الطواجن بتاعتها وايه، وهنا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا رب احفظنا تحت الارض وفوق الارض وهم العرض عليك يا رب العالمين. وكل الناس تبقى في صحه وفي سعاده، وكل الناس تحب الخير لبعضها، وربنا يوفق الناس كلها يا رب. وكل اللي يمشي في طريق في خير ربنا يعينه عليه. بسم الله. احنا دلوقتي ايه الدقه اتعملت، الشطه اتعملت. الشطه بقى اتعملت ايه بقى؟ لسه بقى ايه هنحط لها الملح بتاعها. بسم الله. ما تحدقيش الحاجه قوي، الحاجه ما تحدق قوي ناس تبقى متضايقه وهي بتاكلها، فانت حاولي ما تضايقيش الناس اللي انت بتاكليهم. يعني هم ربنا سبحانه وتعالى سخرك اللي انت ياكلوا من تحت ايديكي، اعرفي ان دي نعمه ما حدش طايلها. في ناس نايمه في السرير ما بتعرفش تقوم مكانها، بتتمنى اللي تقوم تتوضى، فانت تقومي ايه بقى عامله الحاجه بحب، وتعملي الحاجه كده ايه باللي انت مفتوح نفسك. هتبص تلاقي الحاجه جميله وسهله وما تنسوش بقى تدعموا ماما هيام بلايك حلو يوميات ماما هيام، وتدوسوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات ايه تعليقاتكم، واشوف ايه يعني رد فعلكم ايه على اللي انا بعمله. برضه انا عايزه ايه احس برضه ان في ردود افعال تتفاعل معايا، ونشوف ونكلم بعضنا وارد عليكم وانتوا بتكلموني. وان انا في الاول كده ما ردتش على حد يعذرني، انا في الاول برضه الموضوع ايه لخمني شويه. يعني كنت الاول بعمل حاجه بيتي وبعمل كل دوت يوم العادي، مفيش تصوير، مفيش ما بصورش، ما بنزلش، فكانتش الحاجه دي في دماغي، فالحاجه دي خدت وقتي. فمعلش بقى ايه كل اللي بعت لي اي حاجه وانا بشكره، وكل اي حد دعمني ربنا يجازيه خير، واي حد بيقول لاي حد ربنا يوفقك ربنا يوفقه. بصوا بقى يا حبايبي، هنا بقى الحاجه ايه الصلصه بقى بتتعمل. اتعملت الصلصه اهي بتاعت الكشري، والدقه بتتعمل اهي ماشي. ممكن برضو في الشطه دي لو في ناس بتحب قرن فلفل من اللي هو الحراق تحطيه فيها برضو هيديها ريحه جميله. اللي ما بيحبش برضو براحته. انا برضو مش هشطه، خليش مش هشطه قوي علشان اللي عندي احفاد لما يجوا ياكلوا ما لو فكروا يقولوا ايه لانهم بيقلدوا. تملي الاطفال الصغيره بتقلد تقول انا عايزه اكل ايه زي الكبير. هنطفي بقى على الصلصه بتاعتنا، طفينا عنها والشطه بتتعمل. احنا بقى نستغل ايه بقى ما نضيعش وقت. نعمل ايه بقى؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. نفرغ اطباقنا عشان ايه الناس اللي جاوا دول ناكلهم ما يبقاش فيه مضيعه ايه للوقت. نحاول ايه ناكل الناس بسرعه. انت مسؤوله عن اسره، لازم تكوني قد المسؤوليه، ولازم تكوني جديره بالمسؤوليه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله. انا في العادي يا جماعه بحط بايديا بس في ناس ايه قاعده للنقد بس تقعد تنقد وتقعد ايه لا كنت المفروض تعملي كذا، كان المفروض يا ستي قولي الحمد لله اللي كويس اللي فيه
حد بدل ما قاعد مضيع وقته، لا في حاجه بناءه بيعملها، في حاجه بيستفيد وبيفيد الناس، في حاجه هو عايز ايه يطلعها من جواه، حاجه مثلا مكتومه بقالها سنين، فالحاجه دي ما تطلع للناس ربنا مثلا ايه يجازيه خير. فاي حاجه حد بيعملها حلو نقول له تسلم ايديك وربنا يجازيك خير، مش هنخسر حاجه. الكلمه الطيبه صدقه يا جماعه، كلنا ندعم بعض وكلنا نقول ايه فلان دوت جزاه الله خير. والله من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لازم الناس تشكر بعضها، ولازم لما حد يعمل فيك معروف ولا يعمل فيك حاجه تقول له ايه شكرا انت عملت فيها الشيء الفلاني، انت كذا. ما تفكرش اللي بيضيع عند ربنا، لا ما بيضيعش. معلش بقى ما تاخذونيش، انا هكمل بقى كده عشان ايه مش عارفه استخدم البتاع، وانا قلت لكم ايه. وبعدين احنا كده كده ايه انا بوريكم الحاجه، واحنا برضو ايه يعني لو حد كده احنا هناكلها احنا ما يتضايقش يعني. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الطبق الثالث، احنا هنفرغ طبق كتير دلوقتي بس ايه نوريكم الشغل النهائي ليه. يا رب يعجبكم وبألف هنا وشفا للي ياكلوا وعايزين دعمكم. الدعم بتاعكم اهم شيء عندنا، اهم حاجه ان انتوا تدعمونا. دلوقتي احنا خلصنا حاجتنا، نبدا بقى ايه نحط الصلصه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نجيب الطبق التاني. وبرده يا جماعه اللي عايز يزود شطه، عايز يزود اي حاجه ماشي زودوا، دي حسب الرغبه، بس انت حطي بقى الحاجه ايه بالمقدار اللي يوافق جميع الاذواق. مش تحطي انت مثلا اللي انت بتحبيه، في ناس بتحب الصلصه كتير، في ناس بتحب الصلصه قليله. ما اجيش انا بقى ايه اقوم اصلا عملت لكم على اللي انا بحبه، لا مفيش كلام من ده. انت اسالي شوفي بيحبوا ازاي، زي اللي بيحب يشرب كوبايه شاي كده تحب تشربها ازاي ماشي. ادي الحمص بسم الله ما شاء الله. وادي البصل، زوقنا البصل. بصي لازم انت تخلي الحاجه في اجمل صوره، تفتحي نفس الناس اللي حواليك. لما تفتحي نفسهم على فكره اللي بتعمليه بيقعد عليكي بيرجع لك تاني، اللي بيعمل خير بيرجع له واللي بيعمل شر بيترد عليه. اي حد ما تفكروش اللي حاجه بتتنسى. ومش هطول عليكم، ويا رب تكونوا راضيين عننا، وما تنسوش تدعموا قناه يوميات ماما هيام، وتعملوا في الكومنتات تكتبوا لي في الكومنتات وتبعتوا لي تفعلوا الجرس، واشوف وشكم على الف خير يا رب. مع الف سلامه، ومش هطول عليكم، ويا رب تكونوا راضيين عننا، وما تنسوش تدعموا قناه يوميات ماما هيام، وتعملوا في الكومنتات تكتبوا لي في الكومنتات وتبعتوا لي تفعلوا الجرس، واشوف وشكم على الف خير يا رب. مع الف سلامه.